لأول عام نشاهد بوري في بطولات الاتحاد البحريني. الفريق الأول في بوري اليوم في تطور ملحوظ. هذا بالنسبة للمتابعين، بالنسبة للجماهير أيضا. لحد الآن الشوط الأول متقدم على البسيتين. سؤالنا لك كابتن، بما أنك مدرب الفئات ومتابع لها، ما هو نظرتكم وعملكم الى الفئات ومستوى بوري في نادي بوري؟ مثل ما تعرف الفئات هي الرافد الاساسي للفريق الاول. اليوم هذا الفريق لربما يقدم مستويات، ولكن احنا نامل في النظر الى المستقبل. ما هي خطتكم في هذا الجانب؟ أول حاجة مرحبا بكم. تعرف التوجه متاعنا نحن في على مستوى الفئات. يلزمنا معناها بعد عقب معناها 4 5 سنوات نطلعوا أزيد لاعب معناها يفيد الفريق الأول، وهذا معناه يكون نسبة معناه بنسبة 90% يكون من أبناء القرية معناه. الحق معناه من أول ما اتصلوا فيه معناها شفت النادي عنده مشروع، وهذا مشروع معناه يشجع أي مدرب باش يحط بصمة معناه في الفئات السنية. والحمد لله معناها نحن تقريبا كموسم أول معناها في الاتحاد في لاعبين معناها ما تدرجوش. تعرف معناها أقل من 19 سنة ما لعبش أشبال وما لعبش براعم، معناها باش تلقى صعوبة في خاصة من الناحية التكتيكية الوقفة على الملعب. احنا الحمد لله معناها سوينا مباريات جيدة في مباريات متوسطة، لكن جارينا فرق كبار معناها عندهم سنين، عندهم 20 سنة في الدوري البحريني وجريناها معناها الحمد لله. قاعدين نشتغلوا معناها تيب بار ستيب، ما عندناش ضغط معناها نتاع نتائج، وهذه الحاجة اللي تخليك اللي تشجعك باش تشتغل معناها. تعرف انت معناها النتيجة تنحاها تشيلها من ذهن اللاعب حتى يأدي لك معناها. والحمد لله نحن تسمى سنة عدينا سنة للفاهمين الكرة، يقول لك سنة متميزة بالنسبة للفئات السنية والحمد لله. جميل جميل جدا كابتن. بالنسبة احنا حاب تطمنا على بوري ونادي بوري من ناحية المواهب، هل هي موجودة في الفئات؟ وما هي أبرز المشاكل اللي تواجه عملكم؟ شنو الناقص؟ شنو الاحتياجات اللي تحتاجها؟ أول حاجة معناها بوري معناها أنا كنت في النادي الأهلي. كل ما يلفت انتباهي لاعب زين نسأل على الديرة يقولوا لي من بوري. معناها تعرف بوري ولادة معناها جابت لاعبين كبار ويلعبوا في فرق كبرى في الاتحاد البحريني. بالنسبة معناها النواقص، طبعا معناها كأول موسم معناها باش تصير لك نواقص معناها ممكن إدارية شوية. تعرف معناها نادي جديد يبيله معناها وقت حتى معناها يمشي معناها مع النظام الجديد معناها يكتسب الخبرة وكل شيء. نحن الحاجة الباهية معناها في نادي بوري كونوا معناها تحسنا أسرة واحدة، معناها نفس مدرب الفئات نفس مدرب الأول، كنا قراب لبعضنا، الهيئة قريبة لبعضها معناها على طول في معناها على طول نشوفوا بعض نتقابلوا نسولفوا على الفريق وهذا معناه يبيله شويه وقت خاصة. وهذا يساعد المشروع اللي قلت عنه في البداية. بالطبيعة إذا ما تكونش معناها تكاتف جهود، ما فيش كل واحد يضيف شيء من عنده. والصبر أهم حاجة، الصبر. أنا قلت لهم أول يوم جيت قلت لهم يلزم الصبر، معناها ما نعجلوش بالنتائج، ما نعجلوش، يلزم مدة أقل شيء 5 سنوات. تعرف اليوم كابتن بهذه النقطة، اليوم إذا جمهور بوري هل وصل لمرحلة يطالب الفريق الأول بالصعود، خصوصا مع هذه المستويات المتطورة بجولة بعد جولة؟ والله أنا نشوف معناها ما يصيرش نطالبوا الحين بالصعود. الفريق قاعد قريب جدا من الصعود، أنا معك. قاعدين نأديو في مستوى جد ممتاز معناها نظرا لأول موسم في الدوري، معناها بلاعبين معناها صغار. معناها ما تشوف انت معناتها حتى من ناحيه العمر واحد في لاعبين صغار، معناها قاعدين نأديو في نتائج ممتازه، قاعدين نسوي في النتائج. انا نشوفها مستعجله شويه. ما نطمح الى الصعود يعني؟ لا لا، احنا نلعبوا كل مباراه ومباراه نحققوا نتائج، نأديو اداء ممتاز والنتيجه تجي من بعد. معناها حسب رايي انا، اذا نفكروا في الصعود من الحين صعب معناها.